إن حب الوطن مستقر طبعا، ملتفت إليه شرعا، وينبغي أن نعلم أبناءنا حب وطنهم حبا شرعيا صحيحا تتحقق به المقاصد وتتقوى به الجماعة ويحمون به من السقوط في أيدي المفسدين الذين ينفرونهم من بلدهم ومن ولاة أمرهم، وأن يكون هذا الحب على الميزان الشرعي، فإن حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل حب، ولكن حب الوطن لا يتعارض مع حب الله ومع حب رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نربي أبناءنا على هذا الخلق الكريم النافع الذي تتحقق به المقاصد وتندرئ به المفاسد.